وحاجه بقى ايه فخر من الاخر والله العظيم، جميله وزبده كده، زبده والله العظيم مستويه والزبده شايفين مش مستحمله والله. شايفين يا حبايبي؟ وعسل نحل يا حبايبي والله العظيم. الله تستاهل بقكم، تستاهل بقكم يا حبايبي والله العظيم. اما ادوق كده والله العظيم بحلف بالعظيم عسل 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 وجميله يا حبايب قلبي. والطحينه الحلوه الجميله دي شايفين الطحينه اهي، سلطه الطحينه جنبيها، وهتاكلوا كده بالف هنا وشفا. وجربوها بطريقه الحاجه ام عمرو مش هتنسلوها والله العظيم، ولا احلى من الكبده البلدي والله العظيم، احلى من الكبده. عسل نحل. بس في الاخر يا حبايبي كده تروح حاطين حته ايه السمنه البلدي دي. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي وزايدين مش خاسين بمناسبه مولد النبوي الشريف. كل سنه وانتم طيبين وزايدين مش خاسين. والنهارده بقى يا حبايبي هعمل ايه بقى مع بعض؟ الفشه اللي انا ايه، الفشه اللي جابها جوز بنتي وهي والدهنه اهي، شايفين اهي. انا قطعت شويه واقطع دي معاكم اهي عشان اوريها لكم اهي يا حبايبي. اقطعها كبيره كده، حتت كبيره، عشان ايه ديت احنا نحطها في الميه تغلي ونطلعها تاني اوريكم برضو. ثلاثة اهي يا حبايبي. الفشه دي يا حبايبي من ضمن حلويات المذبح. دي الفشه اللي هي الرئه يا حبايبي، من ضمن ايه الحلويات بتاعت المذبح. انا قطعت دول وقلت ايه اخلي دي اوريها لايه حبايبي اهي، اقطعها معاهم اهي شايفين اهي يا حبايبي. بس انا نسيت وحطيت دول يا حبايبي. لازم نعملها كده، بصوا لازم نحطها في الميه بتغلي شويه وبعد كده نطلعها نغسلها ونسلقها برضه هوريها لكم انا بسلقها اهي. بس انا بقى اقطع دي كده انا خليتها ما رضيتش اقطعها عشان اوريها لكم يا حبايبي ايه وانا بقطعها اهي. عامله زي الكبده يا حبايبي، يعني تبقى حلوه وحاجه حلوه وحاجه ايه جميله اهي. يعني بعد ما تسلقوها يا حبايبي تتحمر بقى، تحمر زي الكبده يا حبايبي. تحمروها بقى بالسمنه البلدي والملح والفلفل وورق الغار اللي احنا بنقول عليه ورق لوري، حبايبنا في الدول العربيه بيقولوا عليه ورق الغار. وتحطوا بقى الفلفل الاسود، الحبهان، الهيل تحطوه معاهم وهي بتتحمر. ونحط برده في السليق واحنا بنسلقها طبعا نحط بصل وطماطم. انا هقطعها يا حبايب قلبي وعشان وقت الفيديو ما يطولش عليكم، وبعدين هرجع لكم تاني بعد ما اقطعها. خليكم معايا زي ما انتم شايفين كده. بس انا ايه عشان وقت الفيديو انا وقفت عشان وقت الفيديو بس يا حبايبي. انا بغسلها كده، انا غسلاها من بدري، بغسل فيها من قبل ما اوريها، بس انا بعملها كده اهي. هي لازم تطلع ريم هنا، لازم تعمل كده. عشان كده احنا نكب الميه يا حبايبي، يعني بعد ما نعملها نكب الميه ونعملها بقى ايه لما نسلقها بميه نظيفه. بس بعد ما ايه تطلع الميه بتاعتها والليمه بتاعتها اللي هنا لازم تتصمت كده، ما تتعملش يعني على طول. لكن لو ما تنفعش ان هي تتحط كده زي ما هي. اهم حاجه يا حبايبي في الحاجات دي بتاعت المذبح، اهم حاجه النظافه. لازم يا حبايبي تغسلوها حلو. اهم حاجه النظافه في حاجه المذبح دي، النظافه اهم حاجه، يعني الغسيل الحلو والنظافه اهم حاجه في الحاجه بتاعت المذبح دي بالذات. تغسلوها حلو وتنظفوها. انا من بدري بغسل فيها، هي كانت في الفريزر فخليناها فكت وكنت عماله اغسلها من بدري، يعني زي ما انتم شايفين كده اهو يا حبايبي. وتاكلوا بألف هنا وشفا مطرح ما يسري يمر يا حبايبي على قلوبكم يا رب، ويدوكوا الصحة والعافية.
اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، هي بتعوم على الوش كده عشان خفيفه، نقعد بننزل فيها كده عشان ايه، هو ده مش سليق يا حبايبي، ده الميه دي هنكبها عشان بس تطلع الريمه بتاعتها وايه كده، زي مثلا عارفين الفش بتاع اللهم صل على النبي الكرشه لما بنعملها كده ونطلعها ونكحتها بالسكينه، دي بقى ايه بدا يعني زي كده عشان ايه يطلع منها الريمه وتطلع منها الحاجه دي. شويه خل يا حبايبي، احنا جايبين خل سايب هنا مركز اهو، احط شويه خل معاها خليها ايه برضه تبقى ايه بيضه وحلوه، واللهم صل على النبي برضه يسهل السوى ويخليها بيضه وحلوه. وحتى لو كبده يا حبايبي بتاعت فراخ تعملوها كده برضه تدوها صدمه كده في عشان تبقى بيضه لونها فاتح، تدوها صدمه في الميه المغليه بشويه خل زي كده، يعني تحطوا معلقه خل كده مع ايه مع الكبده. هي دلوقتي يا حبايبي خليها تغلي غلوه كده ولا حاجه ولا غلوتين واطلعها واغسلها، اطلعها واغسلها من الميه دي، وبعد كده احط ميه يعني نظيفه جديده، وهوريكم بقى هعمل ايه معاها يا حبايب قلبي. اهو زي ما انتم شايفين يا حبايبي بعد ما خلصنا وطلعنا الفش اهي، طلعناها اتسلقت، دلوقتي بقى ايه هنعملها مع بعض اهو، هنحمرها يا حبايبي اهو، خليكم معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايد ربنا قبل ايديا يا بركه سيدنا محمد. انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي اهي، دي بقى طعمها يبقى مفحفح وجايب لاخر الدنيا، هيبقى طعمها جميل وزي العسل وتبقى زي الفل باذن الله. ما شاء الله عليك، تبقى عسل ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اهي، نشوحها كده نحمرها كده خفيف خفيف، يعني مش تشويح يعني تحمير يعني جامد يعني تنفخ، لا تشويح خفيف زي ما انتم شايفين يا حبايبي، هتبقى عسل 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 ان شاء الله. جربوها يا حبايبي هتبقى جميله زي ما انتم شايفين كده. يا حبايبي هوريكم بقى السر اللي في الاخر، تبقى عسل باذن الله وتبقى حلوه من ايديكم بقى ان شاء الله. عسل 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 حبايب قلبي، نستنى عليها بس شويه كده. واحط شويه فلفل يا حبايب اسود اهو، وانا حاطه في ايه الحاجه اللي هحطها دلوقتي قدامكم اللي هتخليها مفحفحه موديه اخر بلاد المسلمين بتبقى ريحتها جميله. ولا الكباب حاجه نظيفه وحاجه حلوه. دي بقى ايه يا حبايبي اسمها حلويات المذبح، دي فواكه المذبح، حلويات المذبح، فواكه المذبح يعني يسموها حلويات المذبح يا حبايبي، يسموها فواكه المذبح، اي حاجه في المذبح وخلاص يا حبايبي. حاجه حلوه وحاجه جميله حاجه فل. دي بقى لو معاها حاجات تاني، معاها بقى كرشه ومعاها ممبار ومعاها في الاسماعيليه عندنا بيحطوا معاها سجق ومش كل البلاد يعني، ومعاها كفته بيسموها ايه بقى نيفه، بيقولوا عليها نيفه، بتبقى حلوه وجميله يا حبايبي. في حاجه تانية هجيبها وهنحط لها بقى يا حبايبي حاجه بقى هتخلي ايه ريحتها تروح لمكان تاني، حته سمنه بلدي اهي، مش خساره فيها يا حبايبي، لازم ايه نحوجها كده وتبقى حلوه
لازم تبقى حلوه وجميله وريحتها ايه تودي الاكل ده. هي الصراحه اللي بيبيعوها ما بيعملوهاش كده، بس عندنا احنا في اسماعيليه بيحطوا سمنه بلدي. ريحتها طلعت ازاي، ريحتها والله العظيم جميله اهي يا حبايبي. اهي يا حبايبي خليها تحمر شويه صغيرين بس كده، يعني لون بس كده. وادي السر الثاني يا حبايب قلبي، يعني السر الاول ان احنا حطينا زيت وحطيت زبده، ما بيحطوش زبده سمنه بلدي. السر الثاني بقى توم اهو بملح وفلفل. دي بقى تخليها ايه، هتروح لمكان تاني تفتحها كده وتخليها جميله التومه دي. تبقى الريحه ايه موديها لاخر الدنيا كده، الريحه جميله والله يا حبايبي. الريحه بقى ايه وبألف هنا وشفا ليكم يا حبايب قلبي، وللي هيشوف واللي هياكل. بألف هنا وشفا لكل اللي ايه اللي هياكلوا واللي هيشوفوا يا حبايبي. ومطرح ما يشتري يملي ريحة التومة جميلة نخليها ايه ولا كده. فنشنا هنحط بقى ايه في هنقدمها وهنوريها لكم يا حبايب قلبي، خليكم معانا. فنشنا اهو خلصنا، وحاجه بقى ايه فخر من الاخر والله العظيم جميله، وزبده كده زبده والله العظيم مستويه والزبده شايفين مش مستحمله والله، شايفين يا حبايبي. وعسل نحل يا حبايبي والله العظيم، الله تستاهل بقكم تستاهل بقكم يا حبايبي والله العظيم. اما ادوق كده والله العظيم بحلف بالعظيم عسل 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 وجميله يا حبايب قلبي. والطحينه الحلوه الجميله دي شايفين الطحينه اهي، سلطه الطحينه جنبيها، وهتاكلوا كده بألف هنا وشفا. وجربوها بطريقه الحاجه ام عمرو مش هتنسلوها والله العظيم، ولا احلى من الكبده البلدي والله العظيم، احلى من الكبده. عسل نحل. بس في الاخر يا حبايبي كده تروح حاطين حته ايه السمنه البلدي دي. فين بقى ايه على نار بره، العيال والكبير والصغير ده عايز وده عايز، عايزين ينتشوها كده. واقول انتوا بستنوا ما اصورها والله، الرجاله والشباب وكلهم وجوز بنته كله مستنين على نار بره والله العظيم اهي زي الفل اهي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.